عسلامة عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وانتم تتفرجوا في الفيديو متاع اليوم. نبداو الفيديو متاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ما قاعدين تشوفوا بديت معاكم بقهيوة الصباح وك الريحة البنينة متاع القهيوة والكرواسون والزرير. هكا وحدت شوية شوية شوية. أنا واحدة من الناس كليت مغرفتين الزرير وكايفة كرواسون وكاهو. وحطيت شوية زيت شوية شامية شوية معجون. أحمد ولدي يحب الزيت والشامية والمعجون. هكا هو البنات كملت فطرت وكل وطول. المهم دخلت للبيوت. قلت خليني ننظمها باش نرتاح منهم. المهم هكا هاو البنات اليوم روتين خفيف في الدار خفافي. المهم خفلف روتين نظافة. يعني تبدا دويرتي نظيفة هكا ندور على راحتي وقضية خفيفة وكهو. ونشكركم برشا برشا على كومنتاراتكم في الفيديو اللي فات، وان شاء الله ربي يفضلكم ليا ويخليكم ليا. محلاه كلامكم وبالحق محلاه كلامكم والله. ان شاء الله كان عجبكم يعني الفيديوهات في دارنا. ان شاء الله تو كل ما نمشي كي نصور معاكم شويه شويه. نصور معاكم في الدار. يعني كان عملت روتين، كان عملنا كي روسيت كيكه. فهمتوا البنات؟ قولوا لي في الكومنتارات كان عجبكم الفيديو اللي فات وعجبتكم هكا الفيديوهات في دارنا. قولوا لي تو نقعد كل ما نمشي نصور معاكم شويه شويه. هكا هاو البنات كيف ما شفتوا هنا. ادخل زادا كيف البيت احمد ننظمها. ادبش المسخه نرميها على الشيره، ادبش اللي يرقد بها باش نرجعها للكلاس نتاعو. وهكا هاو الحق الروتين هذا ما شدنيش دريجين. المهم دريجين نخرج من البيوت الكل. معرفش خرجت يعني كنا الباب دق وعاودت دخلت. مسحت زاد البيراندات ما صورتش معاكم. ماك تعرفوا اكل العجاج والغبره وسبت المطر بك الحمرة ذيك مربت الدنيا الكل. المهم هكا هاو البنات جيت للسالة زادا كيف هاكا باش ننظمها شوية شوية. والحق راني عملت الدار الكل درت عليها بالاسبيراتور البيوت والصالة والكلوار والدنيا الكل. المهم وسيقت الفيراندا كيف ما قلت لكم. مسحت الفيراندا من غادي حدا بيت احمد. الحق نظمتها كل تنظيمة باهية. الحق ماذا بيا كي نمسح يا نكنس يا نعمل بالاسبيراتور. الحق بالاسبيراتور خير يعاوني خير خاصة على الزراب ينحي تفش وكل كيف ما خبز كيف ما تفش كان اي حاجة كان الشعر كان اي حاجة. هكا هو واحد كي باش يمسح على نظافة. المساحة هذه تشوفوني نجبدها كان وقت اللي تبدا دويرة نظيفة. يعني نبدا نقضي يعني معاملة قبل بالنهايرين روتين عميق في الدار. هاكا نمسح بها كما شفتوني. كل ما نعمل روتين عميق يعني في الدار راني ما نمسحش بها هذه الحق. خاطر ما هيش براتيك يعني تحت يعني ماهيش براتيك. واحد ماذا بيه باش يمسح مسحة عميقة وكسطل وخيشة عصر وجبد وامسح بالمبلول ومن بعد نشفة كيكة. اما هذه نتاع نظافة يعني هكي مسحة خفيفي. والحق ما احلاها والله يا البنات بصراحة. واحد والله درت على الدار الكل مسحتها ويدي يعني يدي ما تبلتش. هذه الحاجة الباهية يعني في المسيحة هذه. حكيت زادا كيف بيت البانو. مسحة على الغبيبة هذيك يوميا. كان مش كل يوم راهو نهار بعد نهار.
غبرة مش عادية مش عادية. راني منخليش على فكرة الدار يعني محلولة ديما. هاكا في الصباح نسكر الباب البنات، هاكا في الصباح نحل الشبابك ونحل الدار نهويها وكل. بعد ما نكمل القضية كي نمسح باش ندخل الكوجينة يعني نسكرها الدار نسكرها، خاصة الشبابك نسكرهم. باب يمكن يقعد محلول، الصغار يبداو داخلين خارجين، اما شبابك راني نسكرهم نخليهمش. تعرفوا الغبابر واحد ماذا بيه يسكر، هنا نسكر ومانيش مانعين من الغبرة كهو. دخلت زيدا كيف الكوجينة هنا باش نعمل لها مسحة باهية هكا. بلي سامحوني البنات على الفيديو، انا الفيديو متاع الزرير، والله ما سمعتوش يعني. انا كي غير حطيته البارح بركة في التلفزة، نسمع في البكاء متاع نور. حس انا اللي نتفرج في الفيديو جو جمت يعني اعصابي توترت من البكاء متاعها. خلي انتم بالله سامحوني. ديما تناوش هكايا هي واخواتها وبوهم يعني روح ذاهم، تتناوش هي واخواتها وبدا تبكي. راني الف مره نقص على المونتاج ونمشي نشوف، نقص على المونتاج ونمشي نشوف. صدقوني البيت ما نعمل المونتاج الا ما نقص عليه الف مره في مره. ساعات نخليه على مراحل المونتاج، خاصة انا كي يتلموا كي خاصة يبداو في الدار سبت واحد مثال نعمل في المونتاج راهو نبدا نجري من بلاصه لبلاصه يعني. مش كيف سيور الايام كي مثال ترقد وخواتها يقراوا هاكا اخف حال. اما كي يبداو كل في الدار ديما العرك والصياح ونقص المونتاج ري درك حيزي من الحس ري درك سيب وقتك سيب خوك هكاكا يعني. والله هكاكا انا واحد وراهم وربي يهديهم وكهو على الحس. والله ما فقتش بيه جملة، والله يا البنات ما فقتش بيه جملة. حتى قلت لكم في التلفزة الفيديو نسمع في البكي متاع نور، يا رسول الله قلتش بيه هكايا مش بيني ما فقتش بيه، شبيني ما قصيتش البارتي هذه شبيني ما والله قعدت ذيك حدي انا نسمع فيه يعني اعصابي توترت. قلت بالك يعني خليه هما يعني يسمعوا في الفيديو كهو. والله قعدت ذيك حدي وكهو ذيك اللي صار كهو البنات. كيف ما شفتوا كملت مسحت الدار الفيراندا كيف ما شفتوها نظيفة ودخلت غادي باش نمسح المراية متاع بيت البانو. اخر يد في القضية كلها كنا ندخل لها نسكر يعني نمسح الواحد البلارة متاعها هاكا باش ندور على الشبابك نسكرهم هكا. والبنات جيت هنا باش نشارك معاكم الوصفة هذه متاع الشعر، طلبتوها مني برشا. قلت هاكا نعملها يعني معاكم. ديجا انا وفات لي قلت خليني نعملها معاكم هاكا. ديجا باش نخلي لكم الفيديو صوت وصورة باش تفهموه وباش يعني تفهموا بالحق البنات. والله جربوها يا البنات ما تندموش، راهي روعة طيارة حاجة سهلة بسيطة وما فيها حتى شيء. وبالنسبة للزيت هاكا تنوريهولكم زادا كيف وتعملوها مرة في الجمعة زادا واظبوا عليه. راهي الحاجة اللي تواظبوا عليها ما تقولوش نعمل جمعة ولا جمعتين ودرا شنو، واظبوا خاطر كل انسان كيفاش واظب على الحاجة ذيك راهي تطلع معاك بالكدا. عملت معاكم زادا ماسك في الفيديوهات اللي فاتت مع الوصفة هذه. والله كنت تدخلوا تشوفوها يعني تدخل الفيديوهات متاع شهر التالي كيكا ولا اقل تشوفوها من العروين تعرفوها. حطيت تبع جبن وحطيت مغرفة قهوة ومغرفة حليب، تخلوها كأنها كريم تولي كل كريم فهمتوا البنات. من بعد حطوها بالطبيعة على وجه نظيف يبدا مغسول وتخليوها تشيح وتخدموها. بعد ما تشيح تخدموها كل قماج وتغسل وجهك بالماء الدافي تشوف النتيجة روعة. كيف ما شفتوا البنات رجعت معاكم هنا قلت خليني نعمل معكم الخلطه اللي نعمل فيها الشعري. كيفاش نعمل فيها الشعري خاطر برشا ممكن طلبوها مني. ديجا انا وفاتلي حبيت نقرب هكايا وفاتلي وقلت خليني نشاركها معاكم.
ما نقعدش نكتب في الكومنتات ونحكي يعني بالفمش كيف نجربها قدامكم. ديجا عملتها معاكم قبل وبرشا متتبعات دخلوا جدد يعني يحبوا على عينيهم يشوفوها. هاي البنات اول حاجه حطيت الماء يغلي بريسك الحكه السكريه هذه نغطي بها. هذه عملتها مع بي خاطر شطر باش نحط في الفشفاشه وشطر نخليه في الحكه هذه تخلوها في الفريجيدير. عندي هنا زعتر البنات، انا عندي زعتر شايح، اللي عنده زعتر اخضر يعني مازال فريشك خير وخير يعني. باش نطفي الساعه على الغاز، باش نحط غرفه مليانه على الاخر زعتر قليل عاد قليل يا بنات، ما نفرقش بيناتهم يعني الطويل هذا قليل. وعندي قرنفل لازم يكون البنات القرنفل راهو حار يعني ريحته شو لقيتو عندي البنات القرنفل هذا خشين هذا، اما لا علاقه ما فيه لا مطعم لا ريحه لا حتى شيء. جويد هذا يهبل حار بالكدا. تحطوا مغرفه كي مش معبيه وتحطوا مغرفه سينوش هذيك هي البنات تخليوه هكايا يركح لين يبرد عليه الماء، لين يبرد الماء ويخرجك المنافع الكل. ما تغليوهوش البنات راهو المنفعه الكل تتبخر. خليوه هكايا على جنب البنات. يعني حتى في الشامبو نتاعي يعني نشد نرحي القرنفل ونحطه في الشامبو نتاعي ونحط كعبات هكايا في الماسك. باهي القرنفل راه فيه برشا منافع، جربوها البنات. راهي اي حاجه راهي تحب المداومه، اي حاجه مش تعمل جمعه وتقعد شهر ما تعملش تقول ما عنديش ما فماش نتيجه. بالعكس انا توا كيف الفشفشه هذه يعني براتيك على الاخر يعني ديما مرتين في النهار 3 مرات يعني كل ما نمشي قدام في بيتي نشوفها قدامي حاجتها قدامي نعملها يعني. وهذا الزيت حكيت لكم عليه بريسك عنده توا اكثر من عام. البنات معبيه كبيره ما تشوفوش هكا، حتى فيها الحشيش الكل، حتى الزعتر والكليل والقرفه، حتى النعناع، حتى الرند، حتى شويشي ورد، حتى شنو اخر يا ربي برشا حاجات حتى وحتى سن ثوم ريتو الثوم البنات كيف هكايا عملتو هكايا قسمتو على اثنين هكايا هرستو شويه هكايا طريتو وحطيتو كامل. وش حطيت اخر يا ربي؟ الحشيش الكل اللي عندي حطيتهم. المهم الحشيش الكل حطيت زيت سينوج، حطيت القرفه بالطبيعه هايكا القرفه، وحطيت شو اسمها يا ربي هذه يا رسول الله تبارك كنت نحكي عليه القرنفل حطيت بالكدا. المهم حطيت مغرفتين وسخنت الزيت زيتون البنات سخنته وطفيت عليه وحطيت عليه الحشيش هذوما وخليتهم يبردوا. سخنت الزيت حطيته هنا، حطيت الحشيش هنا الحكايه عندها برشا نسيت حطيت الحشيش الكل في الحكه هذه وصبيت عليه الزيت وغطيته يبرد البنات. بعد بجمعه تبداو تستعملوه باش تخرجك المنفعه نتاعو الكل. غطيته ولفيته الكل بالبابي الومنيوم وخبيته تحت لافابو ديجا في الظلال لازم في الظلال. جربوها البنات هذه مره في الجمعه تعملوها، مره في الجمعه تعملوها لشعركم تو تشوفوا يعني. وحبيت نوريكم الفشفاشه نستعمل فيها ديما يعني براتيك مش كيف الزيت واحد يبخل عليها وزيت باش نغسل شعري ودرا شنو. الفشفاشه هذه البنات يعني في كل وقت تعملها وما تعملش الريحه، راه ما نقولوش تعمل الريحه في الشعر ولا لا تعمل يا البنات. هكا ريتو هكا بعد باش نصفيه نصفيه في الفشفاشه البلار نتاعي وكا، والباقي باش نصفيه ونحطه في الحكه. كان طقس بارد خليوه لبرا، كان طقس حاجته سخون كوجينتكم سخونه حطوا في الفريجيدير هكا. هذه هي البنات جربوها صدقوني تو تشوفوا يعني النتيجه مش نورمال. خاصة هذا مش عادي والله. انا الحق الزيت راني مانيش نداوم عليه، جمعة نعمل وجمعة لا ننسى صدقوني ندخل ندوش وننسى باش نعمل يعني. اما هذه يعني ديما قدامي ديما نعمل منها. طيح شعري الحمد لله تنحى. حسيت شعري كي يبدا يخلط من قدام. صدقوني يا البنات جربوها وتفكروني. انا راني شاركتها معاكم مره اخرى خاطر برشا متتبعات دخلوا جدد وسالوني على الوصفه وطلبوا مني الوصفه هذه. باهي البنات ديجا شاركتها معاكم انا وشاركت معاكم ماسك كي على الوجه يفتح ويصفي مش نورمال. المهم
هكا هاو البنات. اش باش نقول لكم، خلي يبرد الخليط نتاعنا ونصفيه مع بعضنا. هكا هاو هنا البنات، بعد ما بردك الماء ذاك الكل، برد بالكدا باش نصفيه في الحكيكة البلار، وباش نحطو في الفشفاشة. اشتر باش نخبيه واشتر باش نستعملو. هكا ما يشدكمش برشا راهو. الفشفاشة في ساعة كان باش تعملوا مرتين ثلاثة في النهار، وما شاء الله يعني 4 5 أيام تزيدوا تعبيو. جربوها البنات وتفكروني والله. هكا هاو نصفيوه بالكدا ونحطوه على الشيرة. كيف ما قلت لكم، كان الطقس سخونة عندكم، كوجينتكم سخونة حط في الفريجيدير، كان مش سخون هاكا حط في البرة. واللي تستعملوه هذاك خليه قدامكم، يعني في بيتكم قدام، في البلاصة ديما، يعني في بيت البار، في أي بلاصة، المهم ديما كي يعني ديما تمشيوا لها في النهار برشا مرات تفكركم يعني. هكا هاو البنات، وصلت بكم لاخر الفيديو. ان شاء الله الفيديو يا ربي يعجبكم، وما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامه.